السلام عليكم. تفاصيل إصابة رونالدو قبل مباراة الديربي في مباراة بروسبليس الإيراني. قرارات إدارة النصر ضد الحكم الصيني. في البداية زي ما كنتم عارفين في مباراة اليوم مباراة تحصيل حاصل، والنصر تأهل بشكل رسمي للدور ال 16 بعد فوز السد القطري اليوم على الشرق الإماراتي، والنصر بيواجه أحد أندية المركز الثاني من باقي المجموعات. تفاصيل إصابة رونالدو اليوم في مباراة بروسبليس: إصابة في الرقبة بعد سقوط حارس بروسبليس على رونالدو، ومن بعد سقوط الحارس على رونالدو أكمل المباراة وهو يتألم ويعاني من الإصابة، لكن حسب المعلومة اللي عندي إصابة رونالدو بسيطة إن شاء الله، ورونالدو فقط يحتاج للعلاج الطبيعي والراحة، وبإذن الله بيكون رونالدو جاهز لمباراة الديربي أمام الهلال. وجهة نظري سبب إصابة رونالدو اليوم أو أي لاعب ثاني في المباراة كله بسبب كاسترو. النصر من قبل ما يدخل المباراة وهو متأهل ليه تشارك بالأساسيين، والنصر على بعد خطوات على مباراة مهمة في مشوار الدوري. وفي الجانب الثاني في المباراة الحكم الصيني الفاسد اللي سبق ونحر النصر تحكيميا أمام الفريق الإيراني، وتم إيقاف الحكم نفسه 4 أشهر، وأيضا ظلم النصر تحكيميا أمام شباب الأهلي، ولم يعطي النصر أبسط حقوقه في المباراة، وحرمنا من 3 ركلات جزاء في مباراة شباب الأهلي. واليوم أيضا ارتكب مجزرة تحكيمية ضد النصر، ولاعبين بروسبليس في المباراة نازلين ضرب في لاعبين النصر وتدخلات عنيفة، وكان في تدخل على أوتافيو يستحق الطرد، وأكثر من تدخل يستحق الكرت الأصفر، والحكم لا يسمع ولا يرى. وطبعا طرد الأجامي صحيح لأنه لاعب متهور وما يستاهل يلعب في النصر، لكن أتمنى من إدارة النصر تقديم شكوى ضد الحكم وإيقافه مدى الحياة. وبس اكتبوا لي رأيكم في المباراة اليوم ورأيكم في تصرف الأجامي، ولا تنسوا اللايك والاشتراك. في أمان الله.